تخيل اكتر من 100 مليار دولار مجتمعين في مكان واحد علشان يعرفوك ازاي تبدأ استثمارك في الساحل الشمالي، وكلهم متفقين على حاجة واحدة بس، ان الساحل الشمالي هو المستقبل. وده اللي حصل في مؤتمر يلا ساحل اللي نظمه مجموعة من أكبر المطورين العقاريين اللي موجودين في مصر. تعال نبص على مثال بسيط. أول مرحلة من مشروع سيلفر ساندز للباشمهندس نجيب ساويرس كانت المبيعات المستهدفة حوالي 25 مليار جنيه، وده لوحده يوضح حجم الرهان اللي الشركات الكبيرة بتراهن بيه في الساحل الشمالي. دلوقتي ممكن تقولي طب ما انا استثمر بره مصر. المستثمر الشاطر مش بيدور على اسم البلد، هو بيدور على سوق بتنمو فيه بنية تحتية قوية واستثمار وطلب بيزيد سنة بعد سنة، وده اللي بيحصل دلوقتي في الساحل. أكتر من 200 مشروع واستثمارات ضخمة من كبار المطورين، وصفقات كبيرة زي صفقة راس الحكمة الإماراتية وصفقة عالم الروم القطرية، ورؤية واضحة ان الساحل الشمالي يبقى واجهة عالمية مش مجرد مصيف 3 شهور. ولو عايز تعرف ايه المناطق اللي لسه في مرحلة النمو وتعرف تختار استثمارك صح، جايز اول استثمار مجاني تقدر تعمله دلوقتي انك تعمل فولو للمستشار. وما تنساش ان العقار هو الابن البار.